السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. النهاردة قصتي طبعا قصة حقيقية، ودي بتبدأ من سنة 2004. وتعالى أقول لكم إيه اللي حصل. كان في مدرس كويس جدا جدا، وكان على أخلاقه، والكل كان بيشهد بأخلاقه وبأسلوبه وتعامله مع طلابه ومع زمايله المدرسين كمان. المدرس ده كان مدرس علم نفس، وكان ناس كتيرة جدا بتحبه، والطلبة كانوا بيحبوه لدرجة ان هم اقنعوا اولياء امورهم ان هم عايزين ياخدوا عنده درس خصوصي. وبالفعل فعلا طلاب كتير جدا راحوا اتكلموا مع المدرس ده. المدرس ده كان اسمه وائل، وكان عايش في اسيوط. المدرس ده كان بيجتمع مع الطلاب على طول وباستمرارية، ويتعامل معاهم بكل اخلاق وحب. لما اتكلم مع الطلاب وقالوا له ان احنا عايزين ناخد عندك درس خصوصي، هو اتفاجئ الاول بالموضوع، وبعد كده قال لهم تمام ومفيش مشكلة خالص. وبدأ فعلا ان هو يدي دروس، بس كان في الاول بيطلب الاهالي منه ان هو يروح للبيوت، يعني يدي درس خصوصي لكل بيت، بيروح كل بيت ويدي فيه الدرس بتاعه. طبعا لما بدأ يفكر شوية مع نفسه، قال انا عمال اضيع وقت ان انا اطلع من البيت ده اروح على البيت ده. طب ما انا الوقت اللي انا اطلع فيه من البيت ده اروح على البيت ده، ما انا ممكن اأجر سنتر واروح ادي فيه دروس. وفعلا اتفق مع احد السناتر وراح ادى هناك دروس، وجاب الطلاب بتوعه يديهم هناك الدروس بتاعتهم. وبدأ بدل ما يبقى الدرس مثلا 3 مجموعات في اليوم، خلاها 5 مثلا مجموعات في اليوم. المهم كانت في معاه واحدة زميلته كانت ميالة ليه شوية، وكانت إنسانة محترمة جدا وعلى خلق. فعلا ارتبط بيها وتعامل معاها ان هو عايز يروح يتقدم لها، وفعلا اتقدم لخطبتها واتجوزها. كانت مراته دي بتشتكي منه في نقطة ان هو كان دايما شغال في الدروس وبيروح وبيجي، وما كانش بيدخل البيت يعتبر طول اليوم. فكانت بتزهق من الموضوع ده، وكل ما تتكلم مع حد من اهلها يقول لها معلش استحملي، ما هو برضو كتر خيره دلوقتي ربنا رزقه بطفلين، فلازم ان هو يعني بولد وبنت، معلش ولد وبنت، فلازم ان هو يعني يصرف عليهم ويجتهد في شغله. بالفعل فعلا مراته كانت بتحاول ان هي يعني تقول خلاص يعني مش مشكلة، انا هعدي اليوم من غير مشاكل ومش هتكلم معاه في الكلام ده. جيت في يوم اتكلمت معاه وقالت له يعني يا وائل، انا زهقت من القعدة لوحدي على طول، وانت مش بتقعد معايا في البيت على طول، دايما تخلص المدرسة بتاعتك وبعد كده تطلع على السنتر تدي دروس. قال لها يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ هو ده برضو غصب عني، انا لازم ادي الدروس في السنتر، يا دوب انا بخلص وبرجع انام وما بكونش قادر اتكلم. طبعا مراته ما كانتش تعرف ان هو كان على علاقات متعددة بستات. بعد ما اتكلم معاها في الموضوع ده وقال لها ان انا لازم اشتغل كويس وكتير وكده عشان اقدر اجيب لكم فلوس، فطبعا هي بدأت تعدي وتسامح وتقول مش مشكلة وكتر خيره. بس بعد كده مراته قعدت تفكر في فكرة، جالها فكرة ان هي تدور على شقة دور ارضي، وتقول انا هاخد منها زي غرفتين انا واولادي، والباقي الشقة كلها تبقى لجوزي يدي فيها الدروس بتاعته براحته. وفعلا عملت كده، وبعد كده راحت فاجئت جوزها وقالت له انا شفت شقة دور ارضي وعايزين ان احنا نعيش فيها وانت تدي الدروس بتاعتك فيها. هو فعلا قال تمام ومفيش مشكلة، وفعلا راح عمل الحوار ده وادى الدروس في الشقة بتاعته. بس بعد كده لقي ان الاعداد بدأت تزيد جدا، وبدأت المجموعات تبقى كتير جدا. وطبعا كان معروف عنه ان هو معاه فلوس، بس للأسف كان شخص بخيل. بدأ يجيب سكرتيرة. السكرتيرة دي قعدت تستقبل الطلاب، طبعا تاخد منهم الفلوس وتحدد لهم المواعيد والمجموعات وامتى هتبقى المجموعة بتاعتهم، وكل يعني كعملها كسكرتيرة. بس هي ما كانتش بتكتفي ان هي تكون سكرتيرة فقط، هي طبعا كانت واحدة من الآخر كانت بتحبه وهو بيحبها، وكان ماشي معاها بقاله 5 سنين. بس للأسف ما كانش ينفع يتجوزها لأنه هو إنسان مسيحي، وكمان هو ما ينفعش لا يطلق مراته ولا يقدر يتجوز الست دي. فبدأ بعد كده يتجه اتجاه إنه هو
يتكلم مع السكرتيرة دي ويقول لها معلش استحملي شوية، انا هعمل ايه غصب عني. فهي ما كانتش يعني مرتاحة برضو، يعني هي كانت بتقول له انا زهقت، انا مش هفضل معاك كده. وطبعا كانت علاقتهم يعني مستمرة بشكل اكبر من الحب يعني. بعد كده جت هي مراته بقى، طبعا كانت بتغير عليه جدا جدا. بس رغم ان هي كانت بتغير عليه، ما كانش عقلها يعني يخيل لها ابدا ان هو يكون بيحب السكرتيرة والسكرتيرة تكون بتحبه. بعد كده مع الوقت، في يوم قامت سارة بنته من النوم، بصت لقيت المفتاح بتاع والدتها محطوط في الباب من جوه. فاستغربت ازاي المفروض مامتي وبابايا بيروحوا الصبح الشغل وبيسيبونا انا واخويا نايمين في البيت لوحدنا. دخلت تبص على مامتها في الأوضة، لقيتها نايمة. بس لما لقيتها نايمة وشها مزرق، وفيها يعني فيها زي آثار ضرب، وكمان محطوط في بقها فوطة فيها مية، حتة قماشة كده فيها مية. فاستغربت وقعدت تعيط وقعدت تصحف والدتها ما قامتش. وطبعا كان واضح جدا من الأوضة إن كان في حد كان بيحاول إن هو يضرب مامتها وفي نفس الوقت يسرق حاجات عندها من الأوضة. البنت طبعا طلعت تصرخ، وأول حد تلجأ ليه بعد ربنا هو والدها. راحت اتصلت بيه وقالت له الحقني يا بابا، دي ماما مرمية على السرير ومضروبة بضربات، في كدمات زرقاء في جسمها، وكمان فيها قماشة مبلولة مية في بقها. والدها قال لها حاولي تهدي وانا جايلك، واتصلي بجدتك وانا جايلك بسرعه. كان والدها طبعا الصبح في المدرسه لانه هو مدرس. بدأ بعد كده انه هو يجري بسرعه على البيت، وجدتها راحت اللي هي والدة مامتها، راحت لهم البيت. طبعا وهي رايحة لقيت حد بيتصل بيها، رقم مجهول، بيتصل بيها وبيقول لها انا المرة دي عملت كده في بنتك، المرة الجاية انا هعمل في عيال بنتك وجوز بنتك كده، بس انا كل اللي انا عايزه هو 200,000. طبعا الست استغربت جدا ازاي يعني هو بيتصل بيها هي بالذات، وبدأت ان هي بعد كده تروح وتتعامل مع الشرطة. الشرطة بدأت تبحث يمين وشمال وتحاول تشوف هو ايه اللي حصل بالظبط. اكتشفوا بعد البحث والتحريات بانه وائل اصلا جوزها في اليوم ده اللي هو اليوم اللي حصل فيه الجريمة كان ابنه الصغير قايم من النوم وبيقول له هي فين ماما. قال له يا حبيبي بص على السرير، مامتك نايمة لسه الوقت بدري، ادخل نام. فعلا الولد دخل ينام. وبعد كده وائل ده كان مدخل واحد اسمه محمد السمكري ده، دخله عنده في البيت، دخله بحيث ان هو يقتل مراته. طبعا هو محمد ده كان معروف عنه اعمال اجرامية شوية، كان محبوس قبل كده. فلما هو دخل على مرات وائل، لما لقاها فيها جسمها فيه كدمات زرقاء، فراح قايل له ايه ده يا وائل، هي جسمها فيه كدمات زرقاء وواضح عليها ان هي اصلا مقتولة. وائل استغرب وقال له لا هي ما كانتش مقتولة طبعا. قال له لا هي مقتولة، ده حتى كمان لما انا رحت جبت فوطة احطها في بقها لقيتها هي ما بتستجيبش ولا اي حاجة ولا حتى بتقاوم. عامة انا كده ما قتلتهاش. المهم وائل قال له خلاص خد بقى 2000 جنيه اللي احنا كنا متفقين عليها. طبعا وائل كان متفق مع محمد السمكري ده وقال له خد انا هديك 2000 جنيه وانت تدخل عليها الأوضة، هتحاول ان انت تسرق منها، هي معاها ذهب ومعاها 1000 جنيه برضو في الشنطة، حاول تاخد منها ال1000 دي وتاخد منها الذهب بتاعها، وكل ده يا حبيبي هيبقى بتاعك انت. فعلا محمد استجاب للموضوع وقال تمام مفيش مشكلة. بعد كده خرج محمد وخرج وائل راح للشغل بتاعه. وطبعا وائل وهو رايح الشغل حب يعمل شوية اثباتات كده شوية بحيث ان هو يبين ان هو كان فعلا خرج من البيت وما كانش موجود وقت الجريمة. عمل ايه؟ اول حاجة هو راح للبنزينة. اول حاجة راح معلش سوري راح الفرن الاول، اشترى عيش وبدأ يعني اللي هو يعدي الطابور بتاعه، يعني بدأ ان هو ياخد اماكن غيره في الطابور. فطبعا ناس كتيرة زعقت معاه وانت ازاي لسه جاي وتاخد اماكننا في الطابور، فبدأ يعمل معاهم مشكلة.
تاني مشوار راحه وهو بموضوع البنزينة، راح البنزينة وبرضه أخد مكان غير المكان بتاعه في الطابور، فبرضه الناس اتخانقت معاه. بعد كده راح المدرسة وبدأ يعزم كل زمايله على عصير، ودي طبعا مش من عادته لأنه معروف عنه إنه إنسان بخيل. فطبعا كل اللي عمله في اليوم ده بيحاول يبين فيه قد إيه إن أنا كنت موجود وما كنتش موجود وقت الجريمة. فعلا الأمن الحمد لله إن هو توصل مين عمل كده، ومع الضغط على وائل بدأ يعترف، واعترف برضو على محمد السمكري، وخلاص يعني الموضوع اتعرف، وتعرف إن هو اللي عمل كده في مراته، لأنه طبعا كان بيحب السكرتيرة. للأسف يا جماعة الشيطان بيتغلب مننا كتير جدا، للأسف بيجي على كل شخص تفكير شيطاني، بس للأسف الشديد الإنسان اللي مش كويس، الإنسان اللي ما يعرفش ربنا حقيقي، هو اللي ما بيعرفش يتغلب على شيطانه. حب الشهوات بتخلي الإنسان يروح، بيودي دماغه لأماكن بعيدة جدا، بيخليه بعيد عن ربنا وعن القيم وعن الأخلاق وعن المبادئ. شخص زي ده متجوز واحدة كان بيحبها، وعنده ولد وبنت، يعني عندك كل حاجة، وبتشتغل مدرس ومحترم ومعاك فلوس وغني، كل ده عندك، وفي النهاية بتبص لإيه؟ عشان أعجبت بواحدة تانية غير مراتك تقوم تعمل فيها كده؟ يا ريت أشوف تعليقاتكم، وأتمنى إن الكل يشاركني في التعليقات ويقول رأيه إيه، ويا ريت كلنا ندعي لبعض، يمكن ربنا يهدينا ويهدي قلوبنا على بعض. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.